وحتى التصريح ديال اش كيقولوا له الاعلان ديال استقلال جمهوريه القبائل على لسان فرحات مهني، راه كانت فيه رسائل كون ان فرحات مهني راه ما باغيش يستقل وما غيدفعش هذا الملف الامم المتحده، وانما بين واحد تكلم بواحد الطرق اللي هي غير قانونيه، طرق غير معترف بها من طرف الامم المتحده من اجل هذا تقرير المصير. يعني كيبين انه في حاله ما فعلا هذا النظام الجزائري بقياده تبون وشنقريحه سقطتهم فرنسا، فغادي تشوف المصالحه الوطنيه وما بقاش كيدعي الانفصال والوحده الوطنيه ويعلن التوبه ديالو ويدخل للجزائر كان شيئا لم يكن. هنا كنشوفوا فرنسا كتحارب نظام الكبرانات عن طريق تبون وشنقريحه، يعني تبون وشنقريحه باش تطلع واحد النظام واحد اخر اللي يقدر انه ينفتح على الاقليم ديالو وينفتح على القاره ديالو وينفتح على العالم. اذا هنا ملي غنجيو نشوفوا تقول كاين اللي يقول لك وعلاش شبون ما ياخذش هذه المبادره ديال الانفتاح على الاقليم ديالو؟ ما يمكنش. اولا الاول القرار الدوله شنو كيقول لك؟ الدوله ملي كتكون عندها واحد المصداقيه خاصها تكون القرارات والمواقف ديالها ثابته فيهم. يا تبون اللي قال البارح مع المغرب وصلنا لمرحله لا عوده والعلاقات تقطعات ووصلت لمرحله لا عوده، يولي يقول لهم غادي نوليو نفتحوا الحدود. البارح الاعلام ديال الجزائر والنظام الجزائري وخرج تبون قال لهم عندنا جميع العلاقات مع دول الخليج مزيانه الا دوله واحده. اش غيخرج يقول الامارات سمحوا لنا رحنا كنا غالطين فيكم وحنا رحنا دخلنا في هذه الازمات بغينا نرجعوا لبيت الطاعه. شنو غادي يقول داك الشركات الاسبانيه اللي قطع معاهم العلاقات بسبب الاعتراف بمغربيه الصحراء والعلاقات اللي قطعها مع اسبانيا ككل؟ شنو يقول لهم؟ يا ودي سمحوا لنا رحنا غلطنا في هذا الشيء هذا. اش غيقول المالي البارح طيحنا لكم الطائره اللي كانت كطارد الكباب وبغينا نفتحوا معكم العلاقات ورحنا غلطنا وكذا وكذا فتحوا معنا العلاقات. اذا حتى لا مشى بهذه الخطوه غيمشي بواحد الخطوه باش يرجع العلاقات. اذا غيولي هذا النظام ما عنده لا وزن لا قيمه لا مواقف. وهذا الشيء راه ولا كيتبت غير من خلال السوق ديالهم. دابا كنشوفوا اسبانيا اللي كانت سوق للجزائر فيما يخص الطاقه ديال الجزائر الغاز. فين مشات اسبانيا؟ كنشوفوا اسبانيا مشات لعند عمان وكتوقع معها اتفاقيه وكتستغنى على الغاز الجزائري كون الجزائر حليف غير موثوق وشريك غير موثوق بما انها لعبت بورقه الطاقه لما اعترفت في اسبانيا بمغربيه الصحراء. يعني دخلت في الشأن السيادي ديال الدوله الاسبانيه واصبح لعبتي معايا بورقه الغاز، انا خصني نقلب على الامن الطاقي ديالي. مشات لعند من؟ مشات لعند عمان. كنمشيو كذلك حتى لايطاليا من بعد ما خدات الغاز ببلاش ووقعت الصفقه ديال اللي سموها هما صفقه الغاز في اطار الجديد في اطار القانون الجديد ديال المحروقات اللي داز فيه 20 مليون متر ديال الغاز بقيمه 4 المليار ديال الدولار اللي تكلمت عليه ميلوني. قالت لهم كلما اردنا ابرام صفقه لابد علينا ان نمر بقصر الاليزي. شنو دارت ايطاليا؟ منين جا الوقت باش انهم يشريو منها الغاز تحولات باتجاه امريكا. اذا عبد المجيد تبون هنايا حتى السوق ديالو خسر السوق ديالو الاوروبيه. فين مشى كيقلب؟ مشى كيقلب في مجموعه صداقات اسيا وكيقول لهم ديروني عضو مفاوض في هذه المجموعه هذه. علاش؟ من خلال داك العضويه ديالو غادي يبحث على واحد السوق بديل فين؟ في اسيا. كنمشيو للقاره الاسيويه، واش داك مجموعه صداقات اسيا واش ما عندهمش الغاز؟ ما عندهمش البترول؟ عندهم، اي بمعنى غادي يعطيهم الغاز ديالو باش يوليو يتاجروا به. اذا هنا كيولي العرض ديالو اكثر من الطلب. اذا هنايا السعر ديال الغاز اللي هو انخفض، راك عارف هادشي ديال الاقتصاد، السعر منخفض زائد العرض اكثر من الطلب. اذا هنا كيوليو يبيعوا الغاز ديالهم ببلاش. غتولي انت تقول له شري مني، ماشي ولا غيقول لك انا نشري منك. زيد عليها مصاريف الشحن وغادي تهز الغاز اللي كنتي كدوزو عن طريق انبوب اوروبا كيطيح عليك بارخص ثمن. والصادره الواردات اللي كان كيستوردهم من اسبانيا المنتوجات الغذائيه كان كيدخلهم من اسبانيا بارخص ثمن، غادي يولي يجيبهم من اسيا ويصدر لاسيا. يعني حتى داك مصاريف الشحن غادي يوليو الكلفه ديالهم طالعه، وبهذا حتى الغاز ديالهم داك الغاز ديالهم والبترول ما غيبقاش داك الاقتصاد الدريع اللي كيساهم يعني من اجل شراء السلم الاجتماعي داخل الجزائر. ما غاديش تكون عنده واحد المداخيل كافيه باش انهم يشريو السلم الاجتماعي داخل الجزائر. الشعب الجزائري واش ما عارفش هذا الشيء؟ النخبه في الجزائر واعيه بهذا الوضع وهذا الانهيار الاقتصادي، ولكن عبد المجيد تبون شنو كيدير؟ كيخرج لهم بمشاريع وهميه. غادي ناخذوه. البارح كان كيقول الدين ما ناخذوهش لان الدين يفقد الجزائر السياده، يفقد الدوله السياده ديالها.
حنا شفنا على ان وفد من البنك الدولي ووفد من صندوق النقد الدولي جاوا للجزائر في اطار انهم باغيين يدعموا لهم مشاريع. كذلك شفناهم البارح هاد يومين مشاو خداو من صندوق من البنك التنميه الافريقي خداو 752 مليون اورو كدين خارجي من اجل شنو هو؟ من اجل التنميه في الجزائر. ومن بعد ذلك القطار ولكن فين داروا داك 750 مليون اورو؟ مشاو عطاو لتونس 650 مليون اورو. علاش عطاوها لتونس؟ باش تبقى تونس متشبته في الموقف ديالها فيما يخص ملف الصحراء المغربيه كردة فعل ان الجزائر لا تقبل القرار ديال مجلس الامن 27 لانها الى وصفري عطاوهم 650. وراه الوزير ديالهم راه مشى لتما خا ادريس، راه الاخبار ديالهم كلها تكلمت عليه. منحوا الجزائر تونس 650 مليون اورو. انا نتسلف 747 باش نعطيه 650، يعني تقريبا يلاه شاطط لك 100. اش كنقول لك انا دابا هما شنو كيديروا؟ واحد الاقتصاد اسمي. انت راك كتعرف الاقتصاد الاسمي شنو هو؟ الاقتصاد الاسمي هو انك كتصرح بشي تصاريح من طرف الحكومه اللي هي ما كايناش. مثلا كيمشيو غير لهاد القضيه ديال ان الناتج الاجمالي السنوي لخام الجزائر 267 مليار ديال الدولار. هنا كنقولوا دابا حاليا الحرب شنو هي؟ حرب اقتصاديه. وإلا ما عندكش اقتصاد كبير ما عندكش مكانه في المنتظم الدولي. الا ما عندكش اقتصاد قوي ما عندكش مكانه في المنتظم الدولي. اذا الجزائر كتخلق واحد الاقتصاد اسمي، وذلك من خلال العمله ديالها اللي مقويها كتقول لك 150 دينار مقابل 1 دولار، وكتعطي ذاك الاحصائيات لصندوق النقد الدولي باش يخرج ويقول لهم انكم ثالث اقتصاد في العالم، ثالث اقتصاد في افريقيا. وعطاهم 51 حافله. الجزائر من 2020 بدا في هذا المشروع، هذه 2025 يعني في 5 سنين بنيتي انت 950 كيلومتر، درتي دراسه الجدوى، وقعتي الاتفاقيه مع الشركه، ودابا هو ما داروش دراسه الجدوى البروجي اصلا. وراه دابا عاد قال لك غادي يدرسوا دراسه الجدوى. دابا تخرج شبون صرح قال لك 950 كيلومتر بنيناها، ولا كيخرج عاوتاني تصريح كيقول لك وزير الطاقه اننا غادي نديروا غنديروا دراسه الجدوى فيما يخص استخراج الحديد دغار الجبيلات. وشنو دار؟ قال لهم عام ونص نوصلوا السكه لبشار. ايوا انت في ظرف 5 سنين قمتي يعني بنيه تحتيه ديال 950 كيلومتر ديال السكه الحديديه، وفي ظرف يعني 50 كيلومتر غتستغرق فيها عام ونص باش توصلها لبشار. يعني راه دابا الاشغال منطلقه، دراسه الجدوى موجوده، يعني 50 كيلومتر خصك تدوز فيها واحد المده ديال 4 شهور ما كاملاش. شمن 4 شهور؟ غا شهرين. اذا هنا كنشوفوا غا الكذوب. زيد حاجه حتى اللي نقولوا كلامو صحيح. ايوا منين ضربتي لنا سيدي 950 كيلومتر ديال السكه الحديديه في ظرف 5 سنين، ايوا راه باقي خصك 1000 كيلومتر عاوتاني من بشار الوهران. شحال غادي تدوز فيها؟ خصك 5 سنين اخرى. اذا من هنا ل 2027 ما غاديش تخرج الحديد دغار الجبيلات. وغير جبيلات نورمالمون باش دير ليكسبلوطاسيون ديالو بنسبه الفوسفور الموجوده فيه، دونك غادي تزاد عليك لا شارج دو بلوس ديال التصفيه، بمعنى ان لو كو ديالو بشحال غيتقام عليك؟ يتقام غالي. زيد عليها الظروف ديال الطريق والكونسوماسيون اللي غادي يطلع اون بليس غالي باش توصلوا تمايا حتى الوهران وتعاود تبيعوا. راك ماشي بوحدك اللي كتبيع الحديد، المارشي غيطلع لك غالي. اذا انت غتولي تبيع برخيص بصافي دير بانك غتولي تستخرج كونتيتي كبيره باش ترد، بلا ما نهضروا على الفرشه المائيه اللي ما عندكش في هذيك الجهه، واللي بون اون سوا ديزون الميكانيزمات ما كتسمحلوش انه يبني السكه الحديديه كون الجزائر فيها ازمه مائيه. اصبر. ونورمالمون حنايا اون سوا ديزون انت بديتي هذا الغار جبيلات هذا باش ترد الانفستيسمون. شحال تحتاج ديال الوقت باش ترد مثلا 7 المليار اللي درتيها انفستيسمون في البروجي؟ شحال من عام تخدم عليها باش ترد لو كو بعدا؟ خصو يخرج اصلا غار جبيلات شحال فيه من مليار طن. لا دابا نمشيو، دابا انت عندك تكلفه، يعني التكلفه زائد 7 المليار ديال الانفستيسمون، يعني انت الا كنتي تربح غير مليار في العام راه غتخصص 500 ترد بها لوكو ديال الانفستيسمون، و500 تخلص بها لي شارج اللي عندك. يعني انت وزيد حاجه اخرى، شحال كتستورد الجزائر حديد؟ شحال كتستورد؟ 4.5 مليار دولار. 4.5 مليار دولار تستوردها الجزائر عباره عن حديد خام، عاد كدير له التكرير باش كتعاود تصدروا على عبر الشركات اللي كانت ديال طاسيلي والباقيه. حنا ما سولناش. يعني انت باش دير
غير كيما نقولوا حنايا تريبوندي البوزوان في المارشي ديالك ما غيقدكش. كيفاش انت غادي تبيعو؟ راهي كارثه نورمالمون. يعني هو خا إدريس في هذا الاطار هذا قلنا عبد